لو حد قال إن مسلسل اللعبة الجزء الخامس ما بيضحكوش ممكن نعديها. لو حد قال إن الجزء ده أضعف من الأجزاء اللي فاتت برضه ممكن نعديها. إنما إن حد يجي يقول إن مسلسل اللعبة لازم يقف تماما وما يكملش، هقولك كلمة واحدة: أنا حقا أعترض. مسلسل اللعبة لازم يكمل ولسنين جاية كمان، ده كنز قومي. إزاي؟ أحكي لك. ما شاف حضرتك قدرش يسيطر على مشاعرك. طب ما تسيطر انت على مشاعرك. المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت بتتفرج على الجزء الخامس من مسلسل اللعبة أولها هي الكتابة اللي جزء عن التاني باين قوي انها بتضعف في نوع الكوميديا والتحديات اللي بتتقدم. يعني مثلا ان الجزء الخامس قدموا لك تحديات تعتبر من اضعف الكتابات اللي جت في الاجزاء كلها، زي مثلا لعبة الكراسي، او انهم مثلا يضيعوا حلقة او حلقتين كاملين في تحدي وهمي قال يعني ان وسيم هيغير التحدي في الاخر. الكتابة الضعيفة واضح قوي انها بتزداد سوءا موسم عن التاني، وده اللي مؤدي ان الممثلين نفسهم مش قادرين يضحكوك زي ما كانوا بيعملوا في الجزء الاول والتاني بالتحديد. ايه في ايه وانا بشوف بلانتي يا سيدي؟ ده بتخدب لي عمياني، مش شايف ايدها اصلا. طب اخراجيا ولو رحنا اتكلمنا عن مخرج بحجم معتز التوني، هنلاقي ان المسلسل ده بقى شغل رتيب وممل لمعتز التوني تقريبا، لان ما بقاش فيه البريق بتاع الاجزاء الاولى، وكأن مسلسل اللعبة بقى واجب مدرسي لازم يعملوه لما يروحوا البيت. مسلسل اللعبة هل فقد الشغف بتاعه من صناعه نفسه، فأصبح الموضوع إن إحنا معتمدين على إن المسلسل ده ناجح فمفيش جهد فيه واضح قوي؟ أهو كل الكلام ده بيخلي الناس تشوف إن الجزء الخامس ضعيف، وإن الناس ما بقتش تضحك من مسلسل اللعبة، وإن في ناس تانية اللي إحنا بنقول لهم نحن حقا نعترض. الناس دي عايزة المسلسل ده يقف أساسا. هل مسلسل اللعبة لازم ينتهي، ولا المسلسل ده ما ينفعش يقف لأنه حرفيا كنز فني لمصر؟ فين ام لبيب؟ جرايه مازو الغباوه دي ماتت من 30 سنه. ما قلتش من الاول ليه؟ مسلسل اللعبة من المسلسلات اللي تقريبا ما فيش زيها في العالم، لأن المسلسلات اللي ماشية بفكرة الحبكة بتاعت مسلسل اللعبة بتكون إن كل حلقة بيكون ليها قضية معينة. هتلاقي المسلسلات دي في أمريكا عبارة عن مسلسلات دكاترة أو مسلسلات ضباط وجرايم. إذا كان مثلا مسلسل دكتور هاوس، وإن كل حلقة فيها شغف كبير أوي ومتعة مشاهدة بحل قضية الطبية اللي بتتقدم، أو مثلا مسلسلات تانية ليها علاقة بالبوليسية زي مثلا ذا روكي أو 911 أو غيره من الأعمال اللي بتتقدم بالشكل ده. حتى لو رحنا لمسلسلات السوبر هيرو، عندك مثلا مسلسل فلاش هتلاقيه ماشي بنفس الفكرة، ان كل حلقة ليها قضية، وكل قضية لازم تتحل وانت بتقعد تشوف ايه قضية النهاردة وهتتحل ازاي. مسلسل اللعبة ماشي بنفس النهج، ولكن لأول مرة يتعمل بفكرة مسابقة وتحديات بين اتنين مجانين لعب، مجانين فكرة التحدي ومن فيهم يكسب التاني. احنا لما عملنا في مصر او في الوطن العربي فكرة مسلسلات الحلقات اليومية عملناها بشكل اجتماعي كوميدي، عمرنا ما عملناها بالشكل ده. طب اعملي حسابك بقى ان انا مالي البتاعه دي قهوه كلها، هنسهر بقى للصبح نتكلم ونعوض كل اللي فات. طب ايه اللي يخلي مسلسل اللعبة له الأولوية والأكثر حظا انه يقدر يكمل عن كل المسلسلات اللي ماشية على نفس النهج؟ مسلسل اللعبة يمتلك كنز اسمه التحديات، كنز فانتزي ملوش علاقة بالواقع. لا انت مربوط بجرائم وبحاجات لازم تنفذها، ولا انت مربوط بقضايا طبية وأمراض معينة لازم تقعد تتكلم عنها. انت مش مربوط بحاجة. التحديات ما هي إلا حدود خيال المؤلفين. طول ما المؤلفين خيالهم واسع وأفكارهم جايبة تقدر تعمل تحديات جديدة. طب امتى المسلسل تحس انه خلاص يا عم ده بواخه قوي؟ لما الكتاب يفقدوا الشغف وافكارهم تبدأ تختفي. الحل هنا ان احنا نزود كتاب للمسلسل، نضيف على اللي موجودين كتاب جداد. مع كامل احترامي وحبي الشديد وتقديري للمخرج معتز التوني، ولكن مش هيجرى حاجة لو بعض الحلقات في كل موسم جبنا لها مخرج جديد يخرج الحلقات ديت. مسلسل اللعبة لازم يتحول لشركة كبيرة قوي لها علاقة بكل الحلقات اللي بتتقدم فيها، مش مجرد مسلسل زي اي مسلسل عادي. الموضوع لازم يتحول لمشروع فني كبير يقدر فنانين ومخرجين وكتاب شباب يشاركوا في الأعمال اللي زي دي، ياخدوا فرص لحياتهم ويدوا فرص للمسلسل إنه يكمل بأجزاء كتير. فاضل تخمينه واحدة. ركزي معايا يا ام كريم، شبه تهاني مراتي تروبيكال. ومن أهم مميزات مسلسل اللعبة اللي تخليه يكمل لسنين يلي عايزه يخلص، إن أبطال المسلسل لسه قدامهم عمر كبير يقدروا
بيقدموا فيه للكوميديا. فانت هنا مش مربوط كمان بعامل عمري بس للابطال الرئيسيين، انت كمان عندك ان في 2 لسه يعتبروا شباب في عالم السينما والتلفزيون عايزين يقدموا افكار جديدة. ده غير ان هم من الناس اللي بيدوا فرص لغيرهم، فيقدروا يضيفوا كل 2-3 وجه جديد يطلع يضيف كوميديا جديدة ويدي مساحة للكتاب انهم يكتبوا. مستعجل على الشغل فركبت الكومودينو بتاعنا وطرت بيه على القرية. وسيم ومازو بالنسبة لك هما 2 اصحاب بيتحدوا بعض من فيهم اللي يكسب بناء على التحديات اللي بتطلع لهم من كيان اسمه اللعبة. ولكن في الحقيقة الموضوع أكبر من كده بكتير، لأنهم مش مجرد فرقتين كل واحد فيهم بيحاول يغلب التاني وبس، هما فرقتين كل واحد فيهم بيحاول يضحكك انت. المكسب الحقيقي ما بين وسيم ومازو ان مين فيهم هيضحك الجمهور في الحلقة دي. كل فريق بيتنافس على مين هو الكوميديان في الحلقة، مش فكرة بس اللي انت بتتفرج عليه. الكوميديا جاية بتقدم لك اكتر من شكل واكتر من نوع عشان تقدر ترضي جميع الاذواق في الضحك. ما هو اصل الضحك كده، في ممكن ناس تضحك من افيه انا اقوله، في ناس ممكن تقعد تقول انت دمك تقيل قوي وما تفرحش قوي كده فيا، ما هم برضو بيقولوا عليك نفس الكلام. الضحك نسبي بين شخص للتاني، اللي بيضحك ده ما بيضحكش ده. كان عمودها الفقري كان بيبقى مخلي ظهرها مشدود كده دايما، وعمودها الفقري وظهرها عشان كان مفرود. ومسلسل اللعبة هو المسلسل اللي جاي بيرضي جميع أطراف المشاهدة، هو المسلسل اللي قادر يعيش لسنين طويلة طول ما الكتابة والإخراج قادرين يعيشوا أكتر ما التمثيل نفسه، لأن هم دول اللي قادرين يوجهوا التمثيل نفسه. وفي النهاية أحب أقولك إذا كان الجزء الخامس من مسلسل اللعبة بيضحكك أو لأ، أو بالنسبة لك هو الأقوى أو الأضعف، فكرة اللعبة لازم تستمر ولسنين طويلة وما ينفعش تقف، لأنه كنز قادر يطلع أفكار ملهاش نهاية. يبقى ليه نوقفه مادام لسه قادرين نبدع فيه؟ المهم انتوا قولوا رأيكم في كل اللي أنا قلته، وقولوا رأيكم في الجزء الخامس من مسلسل اللعبة. ويا ترى انتوا مع الناس اللي عايزينه يكمل ولا مع الناس اللي بتقول كفاية كده؟ مستني رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما نسوش تعملوا لايك وشير، مش هيجرى حاجة. اشوفكم الفيديو الجاي. عارفه جايب مين فقرات تغني في الفرح؟ مين؟ برايتني سبيرز، شاكيرا، شاكوش. شاكوش جاي والله. يا الله بحب